السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتين. الفيديو ديال اليوم غيكون زوين بزاف، غير تبعوا معايا. كنا هضرنا في الفيديو اللي فات على مشتقات فيتامين أ وهضرنا على الريتينول. غادي نخلي لكم الفيديو الفوق باش اللي ما شافوش كوم سا يعرف دي برودوي ا باز دو ريتينول وشنو هو الريتينول، شنو هما الفوائد ديالو. قلت لكم انه في مشتقات فيتامين أ كاين الريتينول وكاين الغيتينويك اسيد، وقلت لكم ان الغيتينويك اسيد هما اقوى وافضل من الريتينول، ولكن الريتينول هو الطف واخف من حيث درجه التهييج، من حيث يعني واحد المركب اللي اخف، لطيف شويه نوعا ما على البشره، وهادو كاملين مقشرات. الوغ اليوم غادي نهضروا على الريتينويك اسيد، وبالاخص الشهيرين الديفيرين يعني الماده الفعاله لادابالين، و الغيتاكنيل الماده الفعاله ديالو تريتينوين. دونك هاد لي دو غادي نهضروا عليهم، وغنهضروا على الاختلافات ما بيناتهم. ومهم من الاخر غادي نقول لكم باش نعطيكم المعلومه في الاول، وباش كومسا ولو انكم خصكم تكملوا الفيديو باش تفهموا. دونك اللي غادي نقول لكم ان الديفيرين اقل في القوه، اقل في التهييج، اقل في سرعه التاثير مقارنه مع الغيتاكنيل. دونك الا قبطنا الغيتاكنيل وقبطنا الديفيرين وبغينا نعرفوا شنو الاقوى، فالغيتاكنيل هو اللي اقوى. وكاين اللي غادي تجي تقول لي غنجي من الاخر، انا ما ندير ريتينول ما ندير ديفيرين، انا غنجي من الاخر ونبدا بالغيتاكنيل. شوفوا ديما لابو ديالكم خصها تيستي، لان ما كتعرفوش درجه التحمل ديال الجلده ديالكم، وما تجيوش دائما وتبداو من الاخر، وما تجيوش دائما وتحمسوا في التطبيق. دونك هادشي كامل غادي نشرحه لكم غير بشويه. خليكم معايا دابا، خليكم معايا باش تشوفوا الفيديو اللي فيه المقارنه وفيه بزاف ديال الحوايج مهمه غادي تفهموها، غادي تخرجوا فاهمين وغادي تخرجوا بقرار اشنو غادي تستعملوا ان شاء الله. دونك هادو هما مشتقات الفيتامين أ، هادو هما مشتقات فيتامين أ اللي مشهورين. الديفيرين هي والريتاكنيل. دونك الديفيرين هي هادي والريتاكنيل هي هادي. المادة الفعالة ديال الديفيرين هي لادابالين. المادة الفعالة ديال الريتاكنيل هي تريتينوين. التركيز ديال الديفيرين هو 0.1%، فيها الكريم وفيها الجل. التركيز ديال التريتينوين فيه 0.025%، وفيه كذلك التركيز ديال 0.05%. العلبة ديالهم بجوج فيها 30 غرام، والأثمنة هيا غادي نخليها لكم مكتوب هنا، غير حليتهم لكم باش تشوفوا الشكل من الداخل كيفاش داير. وطبعا كما قلت لكم هادو الادويه كيتباعوا في الصيدليه. هنا الكميه اللي كتاخذوا، هذه اللي ركزوا لي عليها، الكميه اللي كتاخذوا قد الحبه ديال الجلبانه. وهنا شوفوا لا تكستور كيفاش دايره، الفرق ما بين الديفيرين جل وما بين الغيتاكنيل كريم. والديفيرين راه فيها حتى الكريم، وبداو دائما بالكريم قبل من الجل لان الجل اقوى. ردوا البال، هذه خصكم تردوا لها البال، سواء الديفيرين سواء الغيتاكنيل فهما مقشرات قويه. الا خدينا مثلا ديفيرين، وهذا راه لا نوتيس ديالها، كتقدر تسبب حكه، تقدر تسبب عدم ارتياح، تقدر تسبب واحد حموريه، يقدر يبانوا مع الاستعمال ديالها حبوب، هذوك حبوب ديال تحت الجلد كتبدا تطلعهم. دونك تقدر حتى تنشف الجلد، تقدر تحسوا بحال خديتو ان كود سولي، تقدروا تحسوا بواحد الحمرار، بواحد الحرقان. دونك اتونسيون ما تحمسوش، كميه كثيره كتعني اعراض جانبيه اكثر ماشي فعاليه اكثر. راه ماشي الا قوينا غادي ناخذوا النتيجه، نو ما نتجاوزوش قد حبه ديال الجلبانه، ونتفاداو منطقه ديال الفم حول العين حول دوك لي ناغين حول الانف، هادو نتفاداوهم. الغيتاكنيل اقوى من الديفيرين، كنعاود نكررها، كماده فعاله تريتينوين اقوى من لادابالين، اعراضها الجانبيه كتكون اقوى. وهنا حتى هي ما كتحطش حدا النيف، حدا لي ناغين، حدا حول زعما الفم ولا في الكونطور ديال العين.
وحاجه اخرى، الا كنتو كديروا مقشرات اخرى فحاولوا انكم ما ديروا، اولا كديروا شي تقشير عند الطبيب ولا هذا، فحاولوا انكم ما ديروش معها في نفس الوقت سواء ديفيرين سواء الغيتاكنيل، الا سولون شنو كيقول لكم الطبيب ديالكم. ما تستعملوش مقشرات ولا احماض فواكه ولا شي حاجه في نفس الوقت اللي كتستعملوا فيها غيتاكنيل ولا ديفيرين. طبعا هادو ممنوعين على الحامل، والنتائج راه كتبان فوق 4 الاسابيع حتى ل 8 ديال الاسابيع. حاجه اللي خصكم تردوا ليها البال، غيتاكنيل حتى هي تقدر تسبب ظهور حبوب، تقدر تكون هاد الحبوب ملتهبه ودايره الراس، واللي هو ليفي بورج اللي فايت لي هضرت لكم عليه، مع الفيتامين سي مع النياسيناميد مع مشتقات الفيتامين ا، يعني الجلد كتنقى من الحبوب اللي تحت منه. اذا هنا حاجه اللي غادي نبغي نوصلها لكم، دائما بغيتو تستعملوا الديفيرين اولا الغيتينول اولا بغيتي تستعملوا الغيتاكنيل، كنبداو بالتدريج، ما تحمسوش، اقولها واكررها، ما تحمسوش، كنبداو بواحد الكميه قليله، تقدروا كاع ديروا واحد نص ساعه وتمشيو تغسلوا، تقدروا لان ومن بعد بداو تطولوا المده حتى كيبدا الجلد ديالكم كيتحمل. اللي بدا بالغيتينول حتى كيولف الغيتينول عادي يقدر يدوز الديفيرين. كاين دابا اللي كيستعمل الديفيرين وصل الديفيرين جالو عادي، ما عنده حتى شي تحسس، ما عنده حتى شي مشاكل، يقدر يدوز ليطاب ديال الغيتاكنيل. ولكن حتى ملي كتبداي بالغيتاكنيل بداي بكميه قليله، نفس لي زيتاب، ديري غير واحد شويه وتو تيست، حسيتي بان وجهك كيحرقك وداكشي كتمشي تغسلي، كتغبري عليه واحد 3 ايام 4 ايام وعاوتاني كتعاودي، وهكذا بالتدريج كتخلي لابو ديالك كتعود على هاد لاكتيف هذا اللي هو اكتيف اللي قوي. دونك اكرر، ما عمرك ما درتي لا غيتينول لا ديفيرين لا غيتاكنيل، بداي بالغيتينول. بغيتي تبداي بديفيرين بداي به كريم ماشي جل، وحاولي ديري غير مده قصيره، وحاولي تاسباسي الفترات، ما ديريش يوم بعد يوم حتى تولفي، من بعد كتولي تستعملي كل ليل عادي. بغيتي تتبعي اي روتين فيه مشتقات فيتامين ا، الغد ضروري من الواقي الشمسي، شي حاجه اللي مهمه. حامله كترضعي داكشي ناويه كتبروغرامي انك تحملي، فما تستعمليش مشتقات فيتامين ا. حاجه اخرى، نطفي الضو منين بغي ندير الديفيرين، هاد الهضره ما فيها حتى شي، ما كايناش. كتستعمليه في الدار ديالك عادي، هو فقط ما تكونش الاشعه ديال الشمس. هاد البلايص هادو هنايا وحول العين هي جلد اللي رقيق بزاف، حساس بزاف، دونك حاولوا ما امكن تبعدوا ما توصلوش ليه. شنو كتعطينا هاد الديفيرين، شنو كتعطينا هاد المشتقات ديال الفيتامين ا؟ كتعطينا بزاف ديال الفوائد، كتعطينا لابو واحد النضاره، لان كدير واحد التقشير كتحيد لينا دوك الخلايا الميته. كانوا دي طاس خفيفين ديال الحبوب كتقدر تحيدهم، كانوا دي طاش ديال الشمس خفاف كتقدر تحيدهم، كتخلي الكولاجين كيتحفز الانتاج ديالو، وبالتالي كتبقى البشره محافظه على الشباب ديالها اكثر، كتعاون في انها كتخفف لينا شويه التجاعيد اولا ما كيبانوش التجاعيد بكري. دونك روتين فيه فيتامين ا، مشتقات فيتامين ا، فهو واحد الروتين اللي ضروري جدا، وشي حاجه اللي مزيانه بزاف. غير حنا سولون لا توليرانس ديال لابو ديالنا، سولون واش البشره ديالنا غادي تحملوا ولا لا، نتوما كتبقاو بشويه بشويه كتساعدوها انها توالف هاد لي زاكتيف. هنا غادي تقولي لي شنو ندير، ناخذ ديفيرين ولا غيتاكنيل، شنو افضل؟ انا كنستعمل مثلا ديفيرين، شنو ولفتها، واش نبقى نديرها ولا ناخذ غيتاكنيل؟ غنقول لك صافي الا ولفتيها وداكشي دوزي الغيتاكنيل. غيتاكنيل تريتينوين كاكتيف افضل بكثير من لا دابالين كماده فعاله. ولكن انا غندير لكم دابا، انا غنكتب لكم دابا باش تعقلوا مزيان، غنكتب لكم دابا واحد المقارنه ما بين ديفيرين وما بين الغيتاكنيل. دونك ركزوا معايا مزيان، غادي نعطيكم الفرق ما بين ديفيرين وما بين الغيتاكنيل. الغيتاكنيل الاسم العلمي او لاكتيف ديالها هو تريتينوين، ديما كنقولها لكم من بدات الفيديو. ديفيرين لاكتيف ديالها هو لا دابالين. دونك في الغيتاكنيل كتلقاو جوج تراكيز، كتلقاو 0.025% اولا كتلقاو 0.05%، هذا التركيز الاقوى ما كنبداو به. في الديفيرين كتلقاو 0.1%، كتلقاو الكريم، كتلقاو لو جيل.
الكريم هو الاول اللي كنبداو به ماشي لو جيل. دونك شنو هو افضل كريم، واش ديفيرين ولا الغيتاكنيل الحب شباب؟ دونك افضل كريم الحب شباب هو الغيتاكنيل. الغيتاكنيل احسن من الديفيرين في المساله ديال الحب شباب مع ادويه او لا مواد اخرى ماشي بوحدو. شنو هو الافضل؟ الحبوب اللي كيكون تحت الجلد. الا عندك حبوب ديال تحت الجلد فالافضل ليه هو الديفيرين ماشي الغيتاكنيل. الديفيرين كيحاول يابلاتي ديك البلاصه، كتولي تبان مزيانه، كتولي كتبان يعني كيقدروا يخرجوا دوك الحبيبات وكتنقى ديك البلاصه. دونك لا دابالين او لا ديفيرين هو الافضل للحبوب اللي كتكون تحت الجلد. واخا انا عندي شيخوخه، عندي تسبغات خفيفه وبغيت النضاره، اشنو ناخذ؟ الديفيرين ولا الغيتاكنيل؟ طبعا تريتينوين هو الماده الفعاله الافضل في هذه الحاله هذه. دونك الغيتاكنيل افضل للنضاره، لمقاومه التجاعيد، الحفاظ على شباب البشره، كيبقى الغيتاكنيل. دونك فوالا هذه واحد المقارنه خفيفه ما بيناتهم. كما قلت لكم كتبقى القوه الغيتاكنيل، ولكن قوه من حيث تاثير، من حيث سرعه التاثير، ولكن من حيث يعني لي زيفي سكوندير، من حيث الاعراض الجانبيه حتى هي ديال الغيتاكنيل كتكون شويه اقوى من الديفيرين. دونك نتوما شنو غتختاروا؟ نتوما كتختاروا سولون بعدا فين وصلتوا. كاينين الناس وصلوا كيستعملوا الديفيرين جيل، بغاو يدوزوا الغيتاكنيل يدوزوا، ما غاديش يرجعوا السيرومات الغيتينال لا ابدا. فكنتمنى نكون صافي دابا وضحت لكم مزيان. حاجه اخيره اللي غنقولها لكم، هاد الكريمات هادو كيتحطوا على بشره نقيه ناشفه تماما ما فيهاش الماء باش ما يكونش تهيج. كتكون البشره ديالك نظفتيها نشفات تماما وكدير فوق منها هاد الكريم، كتبان لكم النتائج سواء المسامات سواء الغيتاكنيل حتى هي كتخدم مزيان على المساله ديال المسامات. فكيبدا يبان لكم هاد الريزولطا كما قلت لكم فوق 4 اسابيع الى 5 اسابيع كتبدا شويه تبان الريزولطا. وطبعا هذا خصو يدخل في الروتين اللي كتبقاو ديروه دائما. الا سولتوني على مساله ديال الفلوس على شنو غادي تختاروا، انا غنقول لكم ما تختاروش طبعا السيرومات ديال الغيتينول لان الثمن ديالها مرتفع، غتختاروا هادو وحده من هادو ان الثمن ديالها منخفض والفعاليه ديالها راه كتبقى اقوى. راهي المشكله ديال التهيج، المشكله ديال رده الفعل ديال البشره فقط هي اللي فين كاين المشكل. مي سينو راه انا بالنسبه لي ما تمشيوش تشريو كريمات غاليه، خذوا هادو. كتبقى مساله اخيره هي الترطيب، فمن موراهم كتخليو حتى كتمتص البشره مزيان وهذا، وكديروا اون كريم هيدغاطونط ديالكم. الناس اللي كيستعملوا ديرماكي راه كيستعملوا موراها ديرماكي. دابا راه كلشي كيستعملوا بزاف تيدخلوا ديفيرين ولا غيتاكنيل في الروتين ديالهم، كيحسبوا واحد نص ساعه حتى ساعه وكيديروا موراها ديرماكي دو نوي وصافي. دونك هذا هو الروتين ديالكم. كنتمنى نكون وضحت لكم جميع داكشي اللي احتاجيتو صافي، ودابا تكونوا عرفتوا اشنو غتختاروا. شكرا على حسن المشاهده ديالكم. نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.